بعد كده بقى بنتكلم على الحركة، طبعًا الحركة بركة، فاعملي أي حركة، رياضة، تمارين أنتِ بتحبيها، مش لازم تشتركي في gym، مش لازم ت ت ت تعملي classes، مش لازم، شوفي أنتِ إيه بتحبي إيه في الحركة واعمليه. لو مشي في الهواء الطلق شغال جميل جدًا، سباحة جميلة جدًا، أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة تلاقي نفسِك فيها بتحبيها اعمليها. بس أهم حاجة تكون فيها حركة، إن شاء الله حتى تشغّلي حاجة على اليوتيوب وتعملي أي حاجة رقص، أي حاجة، يعني اتصرّفي بحيث إن أنتِ تتحرّكي بطريقة تكوني بتحبيها، علشان ده يبقى روتين عندِك وتبقي يعني تبقي مبسوطة وأنتِ بتعمليه، ما تبقاش حاجة أنا لازم في حاجات مهمة جدًا للجسم طبعًا زي الweight lifting والحاجات اللي هي المَكَن، الأجهزة بتاعة الgym والحاجات دي مهمة جدًا، جدًا، بس ما تبتديش على الأقل بيها، يعني بعد كده لمّا تبتدي تحبي الحركة والرياضة وكده ابقي دخّليها بعد كده، هاتي dumbbells اعمليها بإيديكِ مثلًا وأنتِ بتتحركي، الresistant band ده أو الحاجات البسيطة دي، مش لازم تكون حاجات عنيفة ولا تقيلة، أساسًا يعني حتى تمارين المقاومة ممكن تستخدمي جسمِك، مش لازم تروحي تشيلي 100 كيلو ولا تستخدمي أجهزة gym ولا حاجة، ففي حاجات بسيطة جدًا دخّليها بعدين، بس أهم حاجة دلوقتي إن أنتِ تحببي نفسِك في الرياضة بإنِّك تختاري حاجة أنتِ بتحبيها لأي حركة، أي نوع من أنواع الحركة، بلاش القعدة طول اليوم من غير حركة دي.